محمد حميد لحراسة المرمى. يمين الدفاع آلام هاوي، على اليسار زرغام اسماعيل، في محور الدفاع احمد ابراهيم والريدين سولاقة. حكم المباراة الاوزبكي فالنتين كومارينكو يعطي ضربة بداية المباراة النارية في وسط الميدان الدفاعي. امجد عدوان وسعد عبد الامير، على اليمين احمد ياسين، على اليسار علي عدنان، والثنائي الهجومي حمادي احمد. من ارتكاز المنتخب العراقي اللي خذا مكان مهدي كامل وسط الميدان الدفاعي. رقم 7 حمادي احمد امامنا مهاجم القوة الجوية. اوه الخيبري خرج كورة، لكن الحكم كومارينكو يعطي ضربة مرمى للمنتخب السعودي. نذكر مشاهدينا الكرام وانه ترتيب الحالي لهذه المجموعه الثانيه يتصدر الساموراي الياباني ب 16 نقطه بعد طبعا ملعب 7 مباريات مثل انتصاره اليوم قبل هذه المباراه على تايلاند ب4 أهداف ل0. ثم المنتخب السعودي برسم 13 نقطه فاستراليا الخيبري وسعد عبد الامير. لحظات صعبه للدفاع السعودي. اذا عدنان بن ياسر يوسع السهلاوي يلعب دوره، يخرج الكرة من منطقة الخطر، لكن ما زالت الكرة الريدي سولاقة يغير خطورة في هذه الكرة بالراس، والكرة غريبة غريبة وعجيبة، غريبة وعجيبة. هنالك مخالفة، هنالك مخالفة ضد حمادي أحمد. قرار التسلل. عادل يحيى الشعري، تسير 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 تسير، هربت الكرة عن نواف العابد. يصبح الهجوم معاكس المنتخب العراقي، يتفوق سلمان الفرجي عنده سلمان ومحمد حميد الحارس المناسب في المكان المناسب. سارة ودعم كل المرارة بعد انتصار اليابان على تايلاند بالرباعية. كرة خطيرة من المنتخب العراقي. أحمد ياسر التسويق والركنية بتدخل لمنصور الحربي. أحمد ياسر أفضل لاعب عراقي لحد الآن، محترف معيدر القطري 25 عام، يقلق راحة بال الدفاع السعودي في كل لحظات المباراة. ركنية لأسود الرافدين علي عدنان كالعادة باليسارية. العراق يشارك للمرة 11 من هوائية. عمر هساوي يخسرها أمام حمادي أحمد. سهلان التصويب وياسر المسلم، تصويب من علي عدنان باليسار ومسلم في المكان المناسب. 97 مباراة في تصفيات كأس العالم للعراق، 46 انتصار، 28 خسارة و23 تعادل. تعود الكرة لياسر الشهراني، سلمان الفرج يغير بسرعة وسط الميدان لعبد الملك الخيبري. كرة سعودية باليسار، تيسير الجسم، تيسير في انتظار منصور. نواف العابد، صعب المرور في محور الدفاع للمنتخب العراقي. نواف العابد، كرة لا جول 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 جول. أبناء كومارينكو ماذا يقول؟ سنترك الأمور لمن كرة هل تجاوزت الشباك، هل تجاوزت الخط النهائي، وبالتالي الانقاذ كان من احمد ابراهيم ياسر. المتابعه من حمادي ليوسع ياسر بن سليم بمبدا الامان، يضع الكره خارج الميدان. ركنيه عراقيه في اوقات صعبه، 9 دقائق من نهايه الشوط الاول. علي عدنان وسعد عبد الامير بالتعليمات. هذه المره التوزيع باش يكون من احمد ياسين.
علي عدنان والسعد عبد الامير بالتعليمات. هذه المره على التوزيع باش يكون من احمد ياسين. احمد ياسين لعب الدوري القطري مع معيدر 25 عام. سعد عبد الامير في حواره مع عبد الملك الخيبري. احمد ابراهيم يبقى اقترب. احمد ابراهيم اقترب وكره بالراس. هو احمد ابراهيم، هو قلت لكم مشاهدينا الكرام المطرقه العربيه راموس الكره العربيه. احمد ابراهيم شوفوا بالراس. نعرفوا من سيوف التسويق. بدايه الشوط الثاني بعد لحظات بدخول محمد البريك في مكان ياسر الشهراني لتعرض للإصابة العضلية مع نهاية الشوط الأول. سنذكر بالنتيجة 0-0 بين المنتخبين. تذكير كذلك بتشكيلتي المنتخبين. كوفالينكو يعطي الآن ضربة البداية للشوط الثاني باستاد الجوهرة. المنتخب السعودي حراسة المرمى لياسر المسلم. يمين الدفاع ياسر الشهراني يخلي مكانه لمحمد البريك. على اليسار منصور الحربي، أسامة وساوي، عمر وساوي جماعة الدفاع. عبد الملك الخيبري، سلمان الفرج في الارتكاز، يحيى الشاري، تيسير الجاسم ونواف العابد في وسط الميدان الهجومي، ومحمد السهلاوي قلب الهجوم. تشكيلة المنتخب العراقي: محمد حميد في حراسة المرمى، علم هاوي، أحمد إبراهيم، الردين سولاقة، وثرغام إسماعيل بالدفاع، أمجد عطوان، سعد عبد الأمير بالارتكاز، علي عدنان وأحمد ياسين في الأطراف، حمادي أحمد مهند عبد الرحيم في الهجوم. إذا الشوط الثاني هو الشوط المدربين بتاع سلمان الفرج. هل يأتي معه الفرج بالنسبة للجماهير السعودية؟ منتخب عراقي في الشوط الأول يلعب بالمليمتر، وهذه كرة كثيرة. الخيبري بالتماد يعدي الشاري وإمكانية التسويق. فانا نواف باليسار واستر يا ستار بجانب محمد حماد. ولعت هذه التصويبة جماهير استاد الجوهرة. دار نواف في هذا المشوار. أحمد إبراهيم، كرة في دار الدفاع السعودي. حمادي المخالفة، المدافع علام هاوي. يرجع الآن كالعادة النظام بأربع لاعبين بالدفاع، وكرة ليحيى شارو. التسويق. السعودي الشهري المتحدي يا عبد العزيز يا بكر في طريقه الى العاصمه الروسيه. العب يا شهري، العب باليسار، جاباله وفي الشباك عداله. يساريه ذهبيه. النجوم السعوديه تتلالى في سماء شده بالتيسير والسهلاوي بيحيى الشهري. يا سلام يا سلام، كرة من أجمل زمان. هو يحيى الشهري روعة الشاب. عبد الله 71 هدف من 116 مباراة، وهجمة للسهلاوي. السهلاوي يغير بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر ليحيى الشهري. يا سلام، وابراهيم في المكان. يحيى الشهري نموذجي. ريدان سلعقة. العراق يحاول التعديل وعنده إمكانية التصويب. مهاوي التصويب من بعيد من أحمد عطوان، أو لا مهاوي بالفعل على مهاوي. صعبة هي الأمور الآن على المنتخب العراقي الذي اكتوى
بخسارة أولى في الجولة الأولى ضد أستراليا بهدفين لصفر. في الجولة الثانية هزيمة ضد السعودية 2-1. في الجولة الثالثة خسارة في اليابان بهدفين لهدف. في الجولة الرابعة حقق فوز ساحق على تايلاند بأربع أهداف لصفر. في الجولة الخامسة خسارة ضد الإمارات بهدفين لصفر. وفي الجولة الماضية تعادل أمام أستراليا 1-1 وكان بإمكانه تحقيق الانتصار الثاني له في التصفيات. علم هاوي يمر إلى النزعة الهجومية. مهاوي أحمد ياسين والتأمين خارج الميدان من محمد إبراهيم. نذكر أن اليوم مشاهدينا الكرام أستراليا فازت على طبعا في حسابات هذه الجولة. أستراليا فازت على الإمارات بهدفين لصفر. اليابان انتصر على تايلاند 4-0. كوريا الجنوبية تفوز على سوريا بهدف لصفر. إيران يحقق الفوز أمام الصين بهدف لصفر. أوزبكستان يحقق الانتصار على حساب قطر هدف لصفر. والسعودية الآن متقدمة